الزمالك ومودرن سبورت الاسبوع الثالث من الدوري المصري. يانيك فيريرا قرر يبدا الماتش ب 4-3-3. دي بقى واضح دي الخطه اللي هو بيحب يلعب بيها. حراسه المرمى محمد صبحي، على الشمال محمود بنتايج، في النص جنبه حسام عبد المجيد، جنبه الونش، جنبه عمر جابر. قدامه ثلاثه في نص الملعب: محمد شحاته وعبد الله السعيد وناصر ماهر. قدام خوان الفينا، شيكو بانزا، عضية دباغ. ده تشكيل مناسب جدا 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 لنادي الزمالك. اولا انت ركبت وينجين اللي هو اخوان الفينا وشيكو بانزا، لعيبه محترمه. لا، لعيبه باين عليها ان هي لعيبه كواليتي جامد قوي بصراحه. لعيبه بس عايزه الصبر. اخوان الفينا الحمد لله بدا يطلع قماش. لكن شيكو بانزا لسه بقى عايش دور النمرود، اللي هو انا طريقتي كده وتتقبلوني. لا عليه، ياما زي ما بيقولوا ياما راح منك واجدع منك كتير. فمش انت اللعيب لما يبقى من النوعيه دي لازم يقعد بصراحه، لازم يقعد يعرف قيمه المكان اللي هو فيه. ثانيا الجمهور اللي وراه، لان جمهور الزمالك مش قليل ونادي الزمالك مش قليل. فلما يجي لي لعيب زي كده من اول ماتش جاي بيتنمرض، هو في حاجات حلوه خلاص يعني. واضح ان هو لعيب عنده شخصيه من اول ماتش، لا نازل لا هايب حد ولا قلقان من حد ولا. فهو باين ان هو الاداره بقى لو تعرف تبني على الكلام ده تبقى حاجه عظيمه جدا. هنبقى كسبنا لعيب ممكن يبقى اهم صفقه في اخر 10 سنين مع اخوان الفينا. طبعا اخوان الفينا ده نقدر نقول عليه اهم صفقه في اخر 50 سنه بصراحه. لعيب لا برازيلي. احنا كده بنتكلم عن لعيب برازيلي. اخوان الفينا انت لما بيجي في دماغك لعيب برازيلي، هي النوعيه دي، هي نوعيه اللعيبه دي، اللي هو اللعيب اللي سريع بالكوره، اللي هو بيعدي واحد على واحد. دي انت ما بتسالوش اصلا انت هتعدي ولا مش هتعدي. واحد على واحد دي هو داخل بالكوره يعني جول. امبارح الجون اللي جابه، لا ده رجعني لبلاي ستيشن 2. يعني الحركه بتاعت اللي هو راح داخل جوه كده وواكل المدافع وحاطط في البعيده، دي بلاي ستيشن 2. هو اكيد كان بيلعب بلاي ستيشن 2 كتير. فهو لعيب جامد، لعيب جبار، مستنيين منه اكتر من كده كتير. بس واضح على نادي الزمالك كله انه لسه بدنيا النادي مش اللعيبه مش واقف على رجلها خالص بصراحه. يعني مثلا اول 25 دقيقه في الماتش الزمالك حاجه وبقيه الماتش الزمالك حاجه. يعني اول 25 دقيقه انا شفت فريق شرس شراسه. يعني الفريق بيلعب، مش عايز اقول اشبهه بانديه بره عشان ما عادش، بس انا شفت فريق، لا فريق شرس قوي. شرس في في الطلوع بالكوره، شرس في انه ياخد الكوره في الضغط العالي. انا شفت ضغط عالي، انا بقالي سنين ما شفتش الزمالك بيضغط عالي حلو كده بصراحه. فيانيك فيريرا باين ان هو مدير فني بس لسه اللعيبه ما شربتش طريقته. يعني هو واضح ان لعيبه جديده ومدير فني جديد، لسه شويه، لسه لازم نديهم وقتهم على ما يطبقوا على بعض. فلما بيطبقوا على بعض احنا هناخد فريق. انا متوقع انه على ماتش الاهلي هيبقى الزمالك ده في حته تانيه خالص. في بوادر في الملعب تقول لك ان الزمالك جاي، يخليك تصبر. مش زي قبل كده اللي هو اصبروا ده لسه، لا احنا النهارده شايفين حاجات بتحصل في الملعب. يعني مثلا ان اللعيب بتطلع من ورا بالكوره بالطريقه دي مع الضغط اللي بيحصل عليها كده. لا انا شايف فريق. يعني مثلا مين يقول ان الونش يقدر يطلع بالكوره كده من ورا؟ بس هو انت تشوفها سهله، بس اللي مسهلها المدير الفني. ليه؟ اولا انت المدير الفني، انت اللي قدامك لو بيضغطوا باثنين، لو في اثنين بيضغطوا من هجوم الفريق بتاعك. يعني مثلا ماتش امبارح كان بيضغط بالاثنين مهاجمين، فانت زايد عليهم بواحد خلاص. فانت مثلا عندك عمر جابر ساقط ورا، عندك الونش، عندك حسام عبد المجيد، بنتايج مطول لنص الملعب شويه خلاص. فانت عندك 3-2، اتنين جايين كده هبص للتالت، واحد راح هرجع للاولاني، فاهمني؟ ثانيا بيسقط معاهم اتنين من نص الملعب، محمد شحاته وعبد الله السعيد. عبد الله السعيد امبارح استلم
كم كرات في نص الملعب بتاعنا هو اللي بيطلعنا بالكره من تحت. اعتقد ده السبب اللي خلى يانيك فيريرا ما يبداش في دونجا. وخلاص انا اعتقد ان دونجا هيبقى مع الراجل ده احتياطي. ليه؟ لان اولا انت المفروض الماتشين اللي قبل كده لما كنا بنبدا بالكره من تحت كان بيجي ما بين حسام عبد المجيد وما بين الونش، كان بيجي يقف مين؟ دونجا. خلاص؟ يعني مثلا الاثنين كده كان ينزل دونجا في النص. المفروض يا دونجا انت تبقى قدام شويه لان انت اللي هتطلع عليه. لا، كنت تلاقيه ساحب نفسه في النص وواقف في وسطيهم. طب انت ما اديتنيش حل. هو المفروض فكره اصلا الطلوع بالكره من تحت تمشي عند دونجا، عشان كده هو مش هيبقى مع الراجل ده. خلاص؟ تركايه بقى مهمه الراجل ده بيعملها، واعتقد ان فتوح هيبقى ليه نصيب الاسد مع الراجل ده لما يرجع ان شاء الله. الراجل ده بيطير بنتايج جنب قضيه الدباغ، واحنا طالعين بالكره من تحت بص على بنتايج كده هتلاقيه قدام عند قضيه الدباغ. فكره الكوره قليله في رجل محمود بنتايج دي بتاعت اللعيب، لكن الفكره بتاعت المدير الفني ان هو انا هطير الباك الشمال ده، هطيره قدام عشان اعمل زياده عدديه قدام. يعني انت امبارح الزمالك كان جه عليه اوقات كان باربعه وخمسه وسته جوه منطقه الجزاء او حوالين منطقه الجزاء. خلاص؟ ففتوح لا، الكره في رجله، عنده كره عاليه، هيبقى قدام. هتلاقي انت ممكن تلاقي فتوح جايب له مثلا في الموسم بتاع 10 احمد فتوح، لانه لعيب كورته عاليه. ما بيعملش كده مع عمر جابر، هو دايما بيطير الوينج الشمال، الباك الشمال. عمر جابر ما اعرفش هو قاري ان كورته قليله، الله اعلم، بس هو يبقى عنده حق. يبقى الراجل ده شواف بصراحه، انه يرى ان عمر جابر الزمالك يا جماعه محتاج باك رايت، محتاج باك رايت والله. ف ان شاء الله ما يمكن يتحسن، يمكن يتحسن، لكن هيتحسن ايه اكتر من كده؟ انا عمري ما شفت لعمر جابر نسخه بقول ايه يا رب يرجع للنسخه بتاعت زمان. انا حتى زمان عمر جابر طول عمره لا بيرفع عرضيه، وفي التغطيه العكسيه قليل. بحس ان انا دايما بلعب بلعيب مش نادي الزمالك بصراحه، يعني خليني بكل ادب اقول مش نادي الزمالك. امبارح بقى خرج التغييرات اللي حصلت، خرج محمد شحاته ونزل دونجا. سبحان الله، دونجا الكام دقيقه اللي لعبهم دول، التلت ساعه دول ولا نص ساعه اللي لعبهم، انا شفت لعيب في قطع الكوره عالمي، بيضغط يمين وبيضغط شمال. مش عارف دي ممكن تبقى مشكله دونجا ان انت مشكلتك بدنيه يعني، مش عارف، لكن لسه عندك المشكله بتاعت الطلوع بالكوره واضحه. خلاص؟ فانت امبارح لما نزلت تغييره اديت 10 على 10 بصراحه، يعني انت عجبتني جدا. صلاح مصدق بقى يا جماعه، صلاح مصدق ما ينفعش يقعد احتياط لاي حد. درجات نادي الزمالك في لقاء مودرن سبورت، محمد صبحي 7 من 10، محمود بنتايج 5 من 10، حسام عبد المجيد 5 من 10، الونش 5 من 10، عمر جابر 3 من 10، محمد شحاته 7 من 10، عبد الله السعيد 8 من 10، ناصر ماهر 5 من 10، وانا كده بجاملك. اخوان الفيني 8 من 10، عدي الدباغ 2 من 10. انا عارف ان ده مش ذنبك، وانت غصب عنك ان مفيش تمويل ليك ومفيش حد بيلعب لك كوره. ما اعرفش طريقه اللعب دي ما بتخدمكش ولا ايه، بس انت لم تختبر. يعني عارف انت حارس المرمى لما بيقول لك لم يختبر، انت ينطبق عليك الكلام ده. الاثنين من 10 دول على وجودك في الملعب، يعني ان انت موجود دي ليك 2 من 10. شيكو بانزا 3 من 10 وعشان الجون اللي جابه، غير كده كان يبقى 0-2. خرج شحاته ونزل دوجا، بصراحه في قطع الكرات كان عالمي، كان عالمي. شوف احنا فين لما هتعمل حاجه حلوه يا دوجا هنقول عليك ان انت عملت حاجه حلوه، مش هنخسف حقك ابدا. فانت خدت 6 من 10 على قطع الكرات. تمام. ناصر منسي لما نزل زي عدي الدباغ 2 من 10، لان انت لو شلت عدي وحطيت اي حد هيبقى برضه نفس الاداء، نفس الحاجه، الكوره مقطوعه عنه، فهيأدي ازاي؟ مفيش. احمد شريف لما نزل 6 من 10، عمل كام كوره بصراحه فيستاهل.